اوكي. يظهر ان اللح بتاعكم هيجيب نتيجة. بالكم يومين بتسألوني مالك ومش في الفورمة ليه؟ مفيش. في موضوع شخصي. وما عنديش مشاكل اشارككم فيه، بس عشان خاطر نقطة تخصكم وتفيدكم. انه احنا بقالنا سنين حاطين فلوسنا في مصر. من 2004 حاطين ملاييننا في مصر. الفلوس اللي اهلي اتغربوا عشانها 40 سنة، وجالهم كل انواع الامراض، وشفنا سرطان وشفنا محاكم وشفنا غربة وشفنا هجرة وشفنا وجع وحرقة. قلنا لا، نستثمرها في بلدنا بقى. مش انتوا عايزين الناس اللي بره تنزل تستثمر في مصر عشان نفع واستنفع؟ اه. ومعرفناش نيجي ننزل ناخد حقنا، لقينا اللي هو العملية الحسابات اختلفت كده. ما تفهمش بقى ايه اللي حصل. عشان ان شاء الله لما انزل اتكلم معاهم اقول لك هو ليه الحسابات مختلفة ليه. في سوء تفاهم ولا ايه؟ ده اسلوبي. ما عنديش الاسلوب التاني اللي هو بعد الشر ممكن يكون اجريسيف. ليه بقى؟ لان ماما كانت لسه رميالي العقد ده في وشي. مثلا في عقارات السرايا كنت شارية شقة دلوقتي سوالها ملايين ومش عارفة اخدها. ها. وبتقول لي مش انتي بقيتي امريكية، ما تنزلي تاخدي حقك بقى. مش انتي عايزة ترجعي الناس حقوقها وتفيدي الناس وبتاع، ايش معنى حقك ساكتة عليه؟ فهي تعبانة وابويا تعبان. ودي اكبر حاجة مضايقاني بصراحة. مش شقة واحدة، المفروض 8. فلما اهلي يكونوا تعبانين قوي كده، آه وانا لسه شابة صغيرة، بحس ان هو كل حاجة على كتف انا. فاسمحوا لي لو انا متضايقة وحسيته بالضيق ده شوية. البوينت اللي انت تاخديها بقى ايه؟ انا حاولت من 4 سنين كنت نازلة بده. حاولت اخد حقي وما نفعش. قلت ارجعي وقوي نفسك شوية وانزلي تاني، وانتي اقوى شوية كده مع الاستعانة بربنا وبأدب. يا جماعة الحسابات فيها غلط. آه وسبحان الله ممكن ايه اللي يحصل. لو حصل خير هحكي لكم ان مصر لسه فيها خير وامن، وان السلطة لسه فيها امن. لو ما حصلش خير، آه بنسعى وبنستمر ونستعين بربنا وبيقوينا. ها. بس. سلام.